من اكتر الشغلانات اللطيفة والترندي واللي كل الناس بتحبها وكل الناس نفسها تشتغلها، وبيكون فيها flexibility كتير قوي في الوقت، هي الانفلونسر. بنات كتير قوي نفسهم يبقوا influencers وعندهم السكيلز اللي تخليهم influencers، بس يا اما ما لقوش الفرصة، يا اما مكسوفين، يا اما خايفين من الناس اللي حواليهم، مش عارفين الرياكشن بتاعهم هيكون ايه. فدايما كده بنستنى الفرصة اللي تيجي وبعد كده بنبدأ احنا على طول، عشان احنا اوريدي عايزين ده من جوانا. فتاي شوب عملت لنا كامبين حلوة قوي اسمها Be Our Influencer. الكامبين دي مش هدفها advertising لتاي شوب خالص، على قد ما هي هدفها ان هم يطلعوا انفلونسرز جداد ويدوا فرصة للبنات اللي عندهم السكيلز دي ان هم يشوت ويعملوا فيديوز. طيب هنعمل ايه في الكامبين دي؟ لو انت عندك اي برودكت من تاي شوب، او حتى لو مش عندك تقدري تعمليه باي برودكت تاني او اي حاجة من دولابك عادي. هتاخدي البيس دي وهتعملي لها ريفيو، تتكلمي عن الماتيريال، تتكلمي عن الكواليتي، تتكلمي عن الفيتنج، تعملي ستايلينج whatever you want. ممكن تعملي فيديو لوحدك مع حد من صحابك، قرايبك، مامتك، زي ما انت عايزه. وبعد كده بتاخدي الفيديو ده وتبعتيه لهم لتاي شوب على الانستجرام اكونت بتاعهم، وهم هيعملوا فلتريشن للفيديوز، وبعد كده هيشوفوا ايه احسن الفيديوز، وهيكون ليكي فرصة ان انت تكوني الفيس اوف ذا براند او فيس اوف تاي شوب next month. فانا شايف بصراحة ان دي فرصة لذيذة جدا، وان تاي شوب عاملين كامبين حلوة قوي بيخرجوا منها المواهب المدفونة جوانا والحاجات اللي ممكن تكون عندنا ونفسنا نعملها بس مش عندنا الجراءة او مش لاقيين الفرصة، فهم بيدونا الفرصة ان احنا نطلع الموهبة اللي عندنا او نعمل الحاجة اللي احنا نفسنا فيها بس مش عارفين نبدأ منين. فهسيب لكم الاكونت بتاع تاي شوب، هنستنى كل الفيديوز والريفيوز بتاعتكم ابعتوها على الانستجرام اكونت بتاع تاي شوب، وهيكون ليكم فرصة حلوة قوي ان انتوا تكونوا الفيس اوف ذا براند او الفيس اوف تاي شوب. لو الفيديو بتاعكم حلو، اهم حاجة ان الكواليتي تكون حلوة واللايتنج يكون حلو. بس كده الموضوع بسيط جدا، بس جربوا ان انتوا تعملوه وفعلا ممكن يفرق معاكم، ممكن يفرق في حياتكم بعد كده وتكملوا في الموضوع وتبقوا influencers شاطرين. بس كده، good luck، باي.